عليكم، شو اخباركم؟ اراس من قناه اراس كرة معكم فيديو جديد وردة فعل جديد على مباراة الديربي ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد. مباراة حرفيا بادية حماس، دقيقة 4 حاليا. ميليتاو شال فرصة خطيرة جدا ما لحق اصورها حتى ظبط العدة هون كل شيء. خلينا نفوت على المباراة مباشرة لانه شكله مباراة نار، ونتمنى يا رب فوز ريال مدريد. وكأنه عم شوف حاليا انه شو اسمه مصاب، ميليتاو انصاب بعد اللقطة الخرافية. حرام هي اللقطة. شوفوا شباب، شوفوا يا سلام، والله كانت جول. سورلوس كان منفرد بس شكله انصاب بنفس الوقت. ميليتاو شكله حينزل اسينسيو. شفت اسينسيو يا محمي؟ يا حرام والله، هيك هي اللي مستفزه الحالات. طبعا نتمنى فوز مدريد. في احصائيه قريتها صراحه جباره جدا. اخر 5 مباريات لريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد ما فاز ولا وحده، كلها تعادل من 2022 تقريبا. كلها تعادل او خساره، ما فاز ولا مباراه ضد اتلتيكو مدريد. فنتمنى هالمره بقياده شاب الونسو، بما انه تحسنا كثير وحاليا اتلتيكو متراجع مستواه، فمفروض نفوز بهالمباراه. نقول بسم الله يا رب، وتشاب الونسو يا لاعبين لا تخيبوا املنا. استغفر الله. خرب بيته السرعه ذاك اللي طار. مين كان هذا؟ باريوس ليك طار والله، سبق كاريراس ورفعها لسورلوس بطريقه خرافيه. خطيره هي، خطيره. يا الله والله كانت تبين انه خطيره. يا الله حرام. مشكله ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد دائما نفس العرضيات، دائما نفس الطريقه بناكلوا جوال بالديربي، دائما نفس الطريقه حرفيا. رجعوا على السنين الماضيه كلها، كل الاهداف من العرضيات. ما بعرف يعني، هل هن لهالدرجه خرافيين بالعرضيات، ولا هل نحن لهالدرجه سيئين انه نطلع العرضيات من منطقتنا؟ مش طبيعي يا زلمه. كيف تشاوميني خلته يطلع فوقك يا زلمه؟ حرام عليك. خدلك والله هلا ليسكروا الدفاع، يلعبوا ب10 مدافعين، لكن حاليا واقفين 5 مدافعين ورا. حاليا واقفين تشكيله 5-3-2. لساتنا ببدايه المباراه. هلا باشر تلاقيه بترجع كمان المحور لورا، صاروا 6. سبحان الله. يا شباب والله شو هاد؟ شكرا على الخروج الاسطوري يا كورتوا، متسلل. شباب والله مو ناقصنا اغلاط، والله العظيم مو ناقصنا اغلاط. يا الله حرام. كرس مالك بالعاده؟ شو في؟ ليش؟ طلع الطابه لبرا، لا تخليه تنقطع منك هيك. يا سلام على الباص يا جولر. يلا يا مبابي. ايوه هيك ردة الفعل الخرافيه بسرعه. يا سلام عليكم يا شباب. حلوة يلا. شوف الباص. يا سلام عليك يا جولر. يا سلام على الانهاء يا مبابي. يا سلام على الفينش يا اخي مبابي، انت اسطورة والله، انت اسطورة. كرس يا زلمة. ليش الانانية؟ مبابي معك كرس على الطرف. حلوة بلينغهام معك فيني. باصاتك يا بلينغهام صراحة مش زيادة. حلوة هالهجمة، حلوة. يا سلام. والثاني يا الله، الكاميرا طفت مرة ثانية. يا سلام الثاني. للأسف يا شباب جول أردا جولر شو اسمه انقطعت الكاميرا. أتوقع سمعتوا صوتي وحورجيكم لقطات من الجول، بس يعني مع هيك حرام كيف ليش انقطعت الكاميرا ما بعرف. هاي اللي عادت الجول. يا الله حلو، ردة فعل قوية من ريال مدريد، صرنا زمان ما شفنا هيك ردات فعل. ايوه ابتسم يا بيريز، ايوه ابتسم. يا حرام شوي اجت عليه الكاميرا لما كانت نتيجة 1-0، كان كتير معصب. يا اخي شو قصتنا مع العرضيات؟ والله عم بقلكن دائما عم يطالبوا بلمسة يد. ان شاء الله يلتغي الجول. لمسة يد بايده حتى هيك. يا رب يلغيها. لمسة يد يا حكم. هيك عامل يا زلمه هيك، بعدين جاب ايده عن جسمه. لا ما ضربت بايده لما كانت، يعني ما ضربت طاب ايده لما كان ايده على جسمه، بالعكس ليك ايده بعيده عن جسمه. هيك ايده. يا سلام عليك. ايوه يا حكم. وال7 دقائق ليش؟ وحش كورتوا 7 دقائق ليش؟ يا رب يا الله. اتلتيكو ما تجيبوا 3 اهداف. اوكي واحد تغى.
كلهن عرضيات، كلهن عرضيات، مش طبيعي والله، مش طبيعي، حرام. شو هالمراقبة الشباب، والله حرام عليكم. اخ اخ، انتهى الشوط الاول شباب، نرجع لكم بالشوط الثاني. بيس يا مان بيس. طبعا هلا بلشت التصوير وفورا ضربة جزاء اتلتيكو مدريد بسبب اردا جولر، رفع رجله لعند السما، غلط ساذج كتير، يعني حرام عليك يا اردا، هاي ما حرام تعمل هيك غلط، هاي ليك رفع رجله كتير، حتى ضربت براسه، يعني ما حرام عليك، ليش تعمل هيك؟ شو رايح تقنع فيه يا جولر؟ شو رايح تقنع فيه؟ غلط عليك، غلط عليك يا جولر، حرام عليك. يلا يا كورتو، بوس ايدك يا كورتو، يلا. حرام والله، الحرام كيف تضيع 3 نقاط من ايدينا على الفاضي يا زلمه، والله حرام، يعني حرام والله. اردا جولر كان الرجل الشوط الاول بالنسبه لي، حرفيا كان رجل الشوط الاول، تعمل هيك غلط ليش؟ ليك ليك وين رفع رجله؟ ليك يا الله، يا رباه. جوليان الفاريز، والله هيك هيك. يسعد دين المسلمين. شكرا يا كورتوا، شكرا يا اخي، اخ. يا الله عالديربي، يا الله. ليك ليك كيف حطها، مستحيلة والله، مستحيل. الكلب حيبكي على شوي سيميون الكلب. بدي افهم مدريد ليش ضيع كتير بالمباراة، ليش؟ يعني كل المباريات كنا نلعب، كان دائما نحن المسيطرين، نحن اللي عم نفرض اسلوبنا، ليش المباراة عكس؟ ما عندنا فرص حرفيا فرصنا على الجول، كانت الفرصتين اللي نشوف فيها الجول بس. ما في ولا واحدة تانية غيرها، ما كان عندنا ولا فرصة خطيرة غير على المباراة، على الجول بنوب، هي الفرصتين اللي نشوف فيها الجول بس. ليش مدريد لهالدرجة ضايع بهالمباراة؟ ما عم بفهم شو السبب، شو اللي صار؟ جزاء، وات؟ جزاء، جزاء يا حكم، عيد اللقطة يا حكم، طبيعتها بشوية جوات المنطقة. ما في هالشي، ما في هالشي. شباب لعن اخت العشوائية كالعادة، يعني اتلتيكو خلاص اذا تقدم بالمباراة بتصير المباراة اكثر مباراة مملة بالتاريخ، اكثر مباراة مملة بالتاريخ بتصير. اخذ لك ها، حرفيا صار لهم يمكن 15 دقيقة دفاع، ما عملوا شيء بنوب. بعد الجول الاخير تبع الحرة ما عاد شفنا، خلاص صاروا 11 لاعب كلهم، 10 لعيبة كلهم دفاع وخلاص. ما مدريد قاعد عم يضغط بس ما عم يدخل حتى منطقة الجزاء مدريد، يعني شو بده يعمل؟ وهاي الخامس، وهاي الخامس. يا رب بصراحة مدريد هاي المباراة سيء 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 دفاعيا، أسوأ مباراة دفاعية أشوفها لمدريد صراحة، أسوأ مباراة دفاعية، حتى الموسم الماضي ما كان فيها المباراة سيئة لهالدرجة دفاعيا. وانتهت المباراة يا شباب بخيرها وشرها، للأسف صراحة أسوأ مباراة قدمها ريال مدريد لحد هلا بالموسم، ما شفت بحياتي مدريد لهالدرجة ضعيف صراحة. يعني حتى مع اوكي انشيلوتي صحيح الموسم الماضي كنا ضعاف، بس مش لهالدرجه، كنا ضعاف اكثر شيء كنا ضعاف يعني ضد برشلونه، دائما كان برشلونه اللي عذبنا الموسم الماضي، بس هالمره اتلتيكو عذبنا كثير يعني صراحه. اسوأ مباراه بشوفها لمدريد دفاعيا، من ناحيه المنظومه ومن الناحيه الفرديه. مدريد فرديا بالدفاع كانوا سيئين حرفيا، الاربعه كلهم حتى البدلاء كلهم كانوا سيئين، كلهم. هويسن كان سيء، كاريراس كان سيء، ميليتاو طلع بشوط بدايه الشوط الاول اتوقع بسبب الاصابه اللي جته بشوط الاول، كارفاخال كان سيء، نزل اسنسيو مو زياده كمان. يعني صراحه مدريد كان سيء دفاعيا بشكل مش طبيعي، تشاوميني ما ساعد كثير بهالمباراه. يعني بصراحه ما بعرف ليش هل يعني صراحه بلوم شوي بالونسو كمان شوي بهالمباراه. يعني انت بتعرف مدريد كان اكثر شيء سيء فيه الموسم الماضي هو العرضيات، اكثر شيء كان سيء فيه العرضيات الموسم الماضي. حرام عليك تفوت تاكل تقريبا 3 جوال كلها عرضيات. اوكي عيفك من اخر جولين عيفك من ضربه جزاء، اوكي غلط اردا جولر، وضربه ثانيه حره مباشره ما فيك تحكي فيها شيء، بس العرضيات 3 اهداف عرضيات، الهدف الانجليزي التغى، ما حرام والله حرام، يعني مش طبيعي. ما الونسو ما عرف يسير المباراه هاي المره، يعني حتى تبديلاته ما ساعد كتير. واتلتيكو يعني بصراحه اكثر فريق غسيس بشوفه بحياتي،
مو طبيعي مو طبيعي. دائما كل مباراة ضد ريال مدريد لازم تكون هيك، دائما دائما. يعني بتحس كل مباراته بكفي، مباراته ضد ريال مدريد لحالها بكفي. عاملها كانه اذا فازوا على ريال مدريد هي البطولة اللي بحققوها بالموسم بس. مو لهالدرجة يعني، والله طول الموسم كانوا سيئين. شوفوا ضد مين تعادل، شوفوا ضد مين خسروا. والله حرام يا اخي، حرام حرام حرام. ما والله العظيم فريق مستفز، فريق كريه جدا يا اخي، حرام والله العظيم. ما عم بعرف شو بدي والله ما بعرف شو بدي احكي. طلعت من الشوط الاول متفائل، توقعت تشابي الونسو يعني يعمل شيء بالشوط الثاني، بس من اول 5 دقائق من الشوط الثاني ناخذ ضربة جزاء وجول، وبعدها جول تاني، وخد لك اتلتيكو من الدقيقة 70 للدقيقة 90. ما اتوقع ما شفتوا من المباراة لانه حرفيا ما عملوا شيء. والله ما انعمل شيء غير جول جريزمان الاخير بعد الجول الرابع. بين الجول الرابع والجول الخامس ما صار شيء بنوب. لا هجمه خطيره لمدريد، لا هجمه خطيره لاتلتيكو. حرفيا المباراه كانت بنص الملعب بس، اتلتيكو 10 لعيبه كلهم ورا، كلهم بالدفاع، مدريد عم يضغط بس ما مدريد لحد الله ما قدر لانه يكسر العمق. اي فريق ضده بيلعب تكتل دفاعي ما بده يدخل من العمق، دائما بيستغل الاطراف. كل اتلتيكو كانوا ورا يعني 6 7 لعيبه تقريبا حرفيا بمنطقه الجزاء. يعني مدريد ما بده يدخل حتى من الطرف بالعمق. نفس الشيء. ما صعب كان مباراة. اخ الله يسامحكم يا مدريد. حرفيا كنا متأملين كتير بهالموسم يعني، لحد الصراحة 6 من 6 كله فوز. انا كنت متحمس كتير. انا ممكن يعني كنت متفائل صراحة ولو شوي صغيرة ان مدريد ممكن يجيب دوري ذهبي. بس كنا نسيان لسه برشلونة وين فارق عنا بعيد، واتلتيكو. مدريد لسه بده شغل كتير. مدريد بده شغل كتير لسه. ساعتنا بداية الموسم هاي المباراة رقم 7. واثق بشابي الونسو، اتوقع حيغير، اتوقع حيتعلم درس كبير من هاي المباراة. وان شاء الله المباراة الجاية ما بعرف ضد مين صراحة، حتى ما عاد بهمني، لانه بس ان شاء الله هاي المباراة ما تأثر على اللعيبة كتير ومستواهم ينزل، ومباراة جاية كمان يفوتوا تعثر ولا تعثر. هذا الخايف منه انا. بس يا شباب هذا كان كل شيء لحلقة اليوم. حلقة اليوم، مباراة اليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. شكرا كثير لكم دعمكم على الفيديوهين السابقين صراحة. هاي صحيح شكرا لكم كثير. كمان وصلنا على 500 مشترك وعدينا ال 500. حاليا احنا 580 اتوقع. فشكرا كثير لكم، وطريقنا حاليا نحو ال 1000 مشترك باذن الله. وبس هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. سلام.